سلام حبوباتي، ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ونقول لكم مرحبا وسهلا بكم كامل الاخوات والمتابعات الجداد والقدام في قناتكم المتواضعة قناة فضاء رائف سهام. اليوم فيديو بزاف شباب دائما مع تحضيرات على الدخول المدرسي، او انت يا اختي تولي راها عندك مزيود جديد، او راكي رايحه تولدي، او راكي رايحه تهدي هديه. بالتحديد انايا نقول لك يعني جبت لك حاجه بزاف بزاف شابه وطب. صراحه انا اولادي عندهم غرفه خاصه بهم، لكن ماهيش بالطريقه العصريه. فحاولت يعني مع هذا الدخول المدرسي قلت ندير لهم غرفه عصريه، بمقدورك، يعني ماهيش نقولوا حنايا بحاجه واو غاليه وهذاك الشيء. لا بالعكس، انا حبيت يعني نفرحهم، ندير لهم كيما حنا نقولوا غرفه سيفغي تكون ليهم 100%. درك حاليا يعني هي الغرفه ليهم، لكن يعني كيما حنا نقولوا للجميع. حبيت أن تكون غرفة مميزة، يعني فيها ديكورات خاصة بهم، تكون فيها أفرشة وأغطية وألعاب، ويعني حاجة كلها تكون لهم 100%. فخممت، وكاين صفحة سيفري على الفيسبوك هي اللي ساعدتني في الديكور. أنا تواصلت مع هذه الصفحة وقلت لها راني حابة ديكور يكون مميز لغرفة أطفالي. أنا عندي طفلين يناموا في الغرفة، فحبيت الولد، عندي ولدي الثالث، حبيته انه من السنة ان شاء الله يولي يرقد مع خاوته. بون قالت لي اوكي ما كاش مشكله، ندير لك ليهم ديكور بزاف الشباب، واهم شيء انه ما يكلفش. سيفري الغرفه تملات، يعني تحسيها كي درتي حاجه واو بثمن قليل بزاف جدا. والاهم من هذا الشيء، شوفوا خواتاتي، كاليتي، سومة، ديكور، الوان، كل شيء طاب في الطاب. هي هذه الاخت نقولها من هذا المنبر شكرا 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 جزيلا. سألتني على اسماء الاطفال، اعطيت لها الاسماء. زاد سألتني واش يحبوا اولادك الاشكال، قلت لها. قالت لي واش يحبوا لي كولار، قلت لها فوالا وليدي الاول يحب اللون الاسود، الولد الثاني يحب الغوج، والولد الثالث صغير شغل مازال ما يعرفش. فقالت لي اختي انتي الالوان راكي لا علاقه مع الالوان، وسيفغي يعني عطيت لها الوان سافا با. قالت لي تخلي حكايه الالوان عليا انا، قلت لها اوكي. قالت لي هل تثقي في الصفحه، قلت لها صراحه انا اول تعامل معكم فعلى حساب واش دخلت في الصفحه وشفت وقلبت وبحثت وسقسيت وشفت التعليقات، قلت لها اوكي ما كاش مشكله. قالت لي واش رايك ندير لك في هكا جري بالبلون والكريم. خواتاتي قسما بالله العلي العظيم عجز اللسان على الوصف يعني هذا الفيديو. سيفري قدمت لي حاجه ما كنتش نتوقعها. يعني لا كولير، وخاصه لما كان هكا الجدار تاع الغرفه في اللون الابيض، وعلقت عليه هذاك لي كولار، وعلقت هذاك النجوم اللي دارتها لاولادي، باسكو انا واحد من ولادي يحب النجوم، واحد يحب شكل السحابه، هذوك الرفوف اللي دارتهم لي. وراكم تشوفوا في الصور قدامكم الشيء اللي راهي تخدم فيه هذه الصفحه. هذا ماهوش اشهار، هذا ماهوش اعلان للصفحه، هذه فقط امانه ورساله وشكر وتقدير حبيت نوصلها من هذا الفيديو. سيفري هذه الاخت يعني صراحه صافي بليزير، كما يقول لك كاين ناس كيما هاك في الجزائر يقدموا محتوى كيما هاك. صافي بليزير كاين ناس يعني تخدم بهذا الشيء، بهذا المحتوى، وبهذه القدرات، وبثمن رخيص جدا. انا ولادي ابهروا من غرفه النوم. كان ثاني عندي مشكله زعما هكا كيفاش نقدر نشوف لهم هكا فيوز تكون هكا على الطابل دو نوي. هي خمت لي في كل شيء، خمت لي في كل شيء، حتى كيما احنا نقولوا الافريشه الاغطيه تاع السرير، يعني سهلتها عليا بزاف. قالت لي تبقاي تدوري في البلون في الكغي والكريم.
كيما راكم تشوفوا خواتاتي راني نشكل معكم في الاسماء فقط على طاولة. هذا الجزء الأول من الفيديو، إن شاء الله راح تكون تكملة للجزء الثاني بعد ما نحضر لهم الغرفة النهائية. وراح إن شاء الله نصور لكم فيديو من البداية التلصيق، كيفاش طريقة التلصيق إلى طريقة التركيب إلى طريقة ونهاية الديكور لغرفة النوم بإذن الله. أنا متأكدة راح تعجبكم، ومتأكدة راح تفرحوا بها وتفرحوا بها وليداتكم. ولما لا كما يقولوا الا كنتي لسه راكي اونسنت وحابه وتخمي في غرفه لطفلك، انا ننصحك لوجه الله تشوفي مع هذه الصفحه بزاف 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 راح تفرحك. انتي فقط اعطي لها وقولي لها الاسم، اسكو بنت اسكو ولد، وخلي لا كولار خلي الديكور عليها هي. كاين بزاف ناس يتخوفوا تقول لك بنت لون الغوز، لا هي شوفوا راكم تشوفوا كما قالك في الصور راهي تظهر امامكم في الشاشه. هذه الانسانه مش تعتمد على اللون الغوز او البنفسجي او الالوان البنوتيه، لا هي شوفي تدخل لك بالوان تسر الناظرين. سي فري كما يقول لك تسر الناظرين. يعني انا صراحه ما كنتش نخمم في كامل هذا لاكولار كريم مع الكريم مع البلو، يعني تعطي لي توش بزاف هايلين. والله من هذا المنبر ننصح أي أم حابة تفرح وليداتها مع دخول المدرسة الجديد، يعني لازم نعطولهم حماس بلي هذه الغرفة راهي خاصة بكم، هذه الغرفة راهي ليكم، هذه وخاصة كي يشوفوا هكا أسمائهم على الحيط، يشوفوا هذاك الديكور على الحيط رايحين يكونوا بزاف فرحانين، راح يكونوا يقراوا بجهد يعني صراحة أنا عجزت. سيفري كيما راكم تشوفوا هكا فيها فقط على طاولة، لكن صدقوني الجزء الثاني من الفيديو راح تشوفوا ديكور الغرفة كامل بأبسط شيء. صدقوني الأخوات هذه تكلفة الغرفة ما كلفتنيش حتى، يعني كيما احنا نقولوا نصف مليون دينار جزائري اللي هي 500 ألف. غرفة كاملة ما كلفتنيش ل3 أطفال بطريقة جد سهلة وبسيطة وبدون تكلفة. أنا أهم من هذا المنبر يعني دائما خاطب فيها الناس اللي تابعني من قناة فضاء رائف سهام، ونقول لكم باللي قناتي بدون تكاليف، نحب ندخلوا الفرحة. مهم إنك تكوني فرحانة سعيدة بدون تكاليف. مش شرط اني نكون نشوف هذوك الغرف العصريه والغرف الواو باش ونتمنى ونحلم. لا اختي، واش كما قال لك الجود بالموجود، واش عندك رايحه تفرحي نفسك وتفرحي وليدك. واكدوا لي على فرحه الاطفال باش هكاك يولوا يقراوا مليح ويجيبوا تحصيل دراسي جيد. بما اني استاذه وبما اني صاحبه قنوات على اليوتيوب، قناة فضاء رائف سهام وقناة دروس سريعة الفهم، أنصح وبشدة يعني تنتبهوا بزاف لأولادكم، خاطرش هما ثمرة نجاحكم، هو هدفكم في الحياة. يعني فرحة طفلك من فرحتك انتيا. لما تشوفي وليدك فرحان حتى تعلميه وليدك يكون إنسان منظم، إنسان نشيط، إنسان يحتفظ بحاجته، إنسان كما يقول لك يركز في حياته. لازم تفرحي وليدك. ما متانيتي يا اختي راكي شايفه عندك هكا اختك ولا عندك حماتك ولا سلفتك رايحه تولد، تانيك فرحيها بهذا الكادو بزاف شباب. يعني غرفه من مجاميعها مش رايحه تكلفك ولا سنتيم من الدرهم. اتصلوا بهذه الصفحه، هاني خليت لكم الروابط نتاعها والاسم الصفحه.